زهقانين بناكل بطاطس، جعانين بنقلي بطاطس، عايزين ناكل العيال بنحمر لهم شويه بطاطس. للاسف البطاطس او النشويات مع الحراره العاليه او القلي في الزيت بتكون ماده سامه اسمها اكريلاميد، وللاسف الماده دي مسرطنه، فاحنا بنحول البطاطس الجميله اللي ربنا خلقها لسموم. وفي دكتور سمعته بيقول كلوا البطاطس المقليه عادي، كل البطاطس باي طريقه الا انك تقليها في الزيت. لو لقيت اسم الصبغه ده على اي منتج من اللي انت بتشتريه رجعه فورا، لان الصبغه الحمراء رقم 3 مرتبطه بالامراض، وهم بيستخدموها عشان يلونوا بعض الاكلات زي حلويات الاطفال والبسكوتات والمارشميلو والجيلي والكيكات وبعض انواع الزبادي والعصير الفراوله اللي لونها احمر. فلو لقيت اي منتج ملون بالصبغه دي اوعى تشتريه، واشرف بنفسك على الحلويات اللي بتشتريها الاطفال. ميه الزبادي مش مكانها حوض المطبخ، ده في ناس بيدفعوا فيها فلوس كتير جدا وحضرتك رايح ترميها. هتقولي اصل بقرف منها، اصل اتعودت على كده. ارجع قلبها تاني في الزبادي عشان ما تندمش لما اقولك فوائدها. اول حاجة هي مليانة بروتينات وكالسيوم، تاني حاجة هي تحميك من هشاشة العظام، ومليانة فيتامينات ومعادن وبكتيريا مفيدة، وهتحسن صحة جهازك الهضمي، ده غير انها بتحسن الصحة العامة. حد يرمي النعمة؟ يا ريت الناس تفرق بين حاجتين مهمين جدا جدا: مكمل غذائي فيه حديد، وعلاج يرفع الحديد نفسه. المكمل الغذائي عبارة عن مجموعة من تركيزات صغيرة من المعادن، الحديد واحد منهم، يعني الحديد موجود فيه بتركيز قليل، ما ينفعش اعتمد عليه في علاج الانيميا او نقص الحديد. اما التاني معمول بتركيز معين عشان يعالج نقص الحديد. قولي انت استخدمت ايه في علاج الانيميا؟ فعلا مكمل غذائي ولا علاج يرفع الحديد؟ واقرالي تركيز الحديد من على العلاج بتاعك. خلي بالك الخضروات الورقية مش ورق بنحطه خلاص على السلطة عشان نشبع ونخس، بالعكس انت لو عرفت فوائدها مش هتبطل تاكله كل يوم سواء عايز تخس او لا. زي مثلا الكرفس اللي بيظبط ضغط الدم، كمان بيعالج قرحة المعدة. الكزبرة بتنظف الكبد. السلق مفيد جدا جدا للقلب. الريحان بيعالج ويخفف التوتر. كمان الجرجير بيحمي من الامراض الخبيثة. فحاول تنوع بينهم في اكلاتك اليومية. ابنك ملوش نفس ياكل، بيشتكي ان بطنه وجعاه، حاسس ان هو كل شوية تعبان ومرهق، ممكن ينزل شوية في الوزن، بيشتكي من حكة شرجية، لازم تسمعه كويس وما ينفعش تطنش الاعراض دي، لازم فورا تعمله التحاليل وتزور الدكتور لانها غالبا اعراض ديدان معوية. وهقولك على شوية وصفات طبيعية تضيفها لاكله عشان تساعده انه يخف بسرعة ان شاء الله، وهي الليمون وزيت حبة البركة والكركم والثوم. ما تيجي ناكل النياسيناميد. النياسيناميد دلوقتي طالع ترند لمنتجات العناية بالبشرة، كريمات وسيرامات. هو فعلا كويس جدا لانه بيرطب البشرة كويس قوي وبيعزز انتاج الكيراتين، كمان بيفتح وينور البشرة كده وبيعالج التصبغات. لكن مش ده موضوعنا. ايه اللي يحصل بقى لو كلناه؟ اللي بالمناسبة موجود في اللحوم والاسماك والحبوب والخميرة والمكسرات، او من المكمل الغذائي زي الفيتا ستريس اللي بقرص واحد منه ب3 جنيه بس في اليوم، بتدعم بيه صحة القلب وبتحمي نفسك من التهاب المفاصل وفقر الدم والتهاب الاعصاب، كمان بيعزز انتاج الطاقة وبتحمي من الاكتئاب. اعداء الجسم، السموم اللي ربنا ما خلقهاش، ومش ببالغ لو قلت عليهم اعداء لانهم بيشغلوا جهاز المناعة عن مهمته الاساسية وهي الدفاع عن الجسم. فتلاقي نفسك جالك ادوار برد متكررة، عدوى متكررة، امراض مزمنة وامراض خبيثة، والتهابات من حيث لا تدري ولا تحتسب، وهم الزيت والسكر والملح. هتقولي ما انا مبطلهم من زمان. طب قولي، بطلت البيتزا والشيبسي؟ بطلت الوافل والنوتيلا؟ بطلت الصلصة والمعلبات؟ لا، هم موجودين فيهم بس مخفيين. فارجوك عايز تحافظ على مناعتك قلل الحاجات دي على قد ما تقدر. طب على فكرة بقى دواء الغدة مغشوش وملوش لازمة خالص، وهحاول ادور على المستورد يمكن يجيب نتيجة. كل الكلام ده بسمعه من الحالة، ولما اجي اتكلم معاها اكتشف كمية اخطاء. طيب افضل ميعاد لدواء الغدة هو الصبح على معدة فاضية، والافضل كمان ان انا اثبت الميعاد عشان احافظ على مستوى الهرمون، واخده بمية مش اي سوائل تانية، وابعد عنه اي ادوية تانية واكل بمدة مش اقل من ساعة. كل ده عشان احافظ على كفاءة الدواء. طب لو الجرعة بتتعبني اقسمها على جرعتين، جرعة الصبح والجرعة التانية بالليل برضو على معدة فاضية، عشان ما ارجعش اقول على الدواء مغشوش.